الحشو هنا نحتاج تمن وفلفل اسود، وعندي ليمون دوزي وملح وماجي، ضفتهم هنا وبهارات مال دولمة، طماطة وكرفس وشبنت وبصل، وهنا عندي بصل وفلفلة حارة وورق عنب. تعالوا حتى نبدأ بالطريقة. هاي أول شي نجيب حبة مالت بصل، تمام، راح نخلي بيها الحشوة ونقول بسم الله. الترتيب هذا نترسها حشوة لما تطلع ذايبة ومرتبة بهالشكل. خليها بجدرية، الجدرية تكون بيها دهن، اوكي. هاي هسه هنا ورق العنب راح اخلي عليه حشوة، اوكي، بهالشكل هذا. خلي الحشوة عليه، نعدلها كل زين ترتيب الحشوة. هاي نسدها هيج، ونجيب هاي ونجيب هاي هيج على مود تسوي اسرع، يعني مستعجل تكون افضل. هاي هسه كملت عندي، خليها وين؟ لا بشتريها. هاي هسه كملتها للدولمة بهالشكل هذا. راح اخلي عليها الصلصة، تمام. صلصة جدا سهلة وبسيطة، عبارة عن دبس رمان وليمون ومي، وعندي زيت وفلفل اسود وملح وماجي وبهارات مالتها، وخلت شوي عليها معجون. وهسه هاي خليتها على الطباخ، راح اخلي فوقها ماعون على مود ما ينفل عندي او ما ينفتح، تمام. راح اتركها لمدة ساعتين على نار هادئة جدا وارجع لكم. وهسه هنا بعد ما استوت، شوف المنظر مالتها شلون ذايب، وطعمها جدا خرافي. يا ريتكم تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس.